سئلت امرأة يوما: من هو الرجل بنظرك؟ فقالت: من كان لي ناصحا وليس لي معاقبا، من كان بي واثقا وليس علي مراقبا، من كان لي رجلا لا علي مسترجلا. والرجولة كلمة وموقف ورحمة وإدراك. الرجولة فعل وليست مجرد صفة يحملها كل ذكر. كلام صائب في الصميم. ونتمنى تخلوا لي تعليق وتقولوا لي رايكم في هذه المقدمه. سلام حبيباتي، نتمنى يدخل عليكم هذا الفيديو يلقاكم بالف خير. اليوم جبت لكم وصفه عسل الكوكوط. المره اللي فاتت درت لكم وصفه عسل الكازوز ولا ليموناد، وصفه ناجحه مليار في المية، وكذلك وصفه اليوم ناجحه مليارين في المية، ماشي مليار. المهم تبعي الفيديو بكل نصائحه بكل اسراره وراح تنجحي فيه. كما كتلاحظي الصورة تحدث عن نفسها. اللون ذهبي بدون فتلات، الثقل كذلك ثقيل، البنة خرمت برا. انا العسل المشري نشريه للضرورة نهار نكون اونبان. اذا بغيتي تعرفي الوصفة تبعي معايا الفيديو للاخر. وقبل ما نبداو نقول بسم الله توكلنا عليك يا ربي، ونصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنا جيبي داك الكيلو تاع السكر وزيدي، جيبي شرائح من الليمون، وكذلك جيبي ديك الحبه الصغيره تاع الشب قد الحبه تاع الحمص، وزيدي جيبي الماء. العسل تاع اليوم غير بثلاث مكونات، تقدري الاستغناء عن شرائح الليمون وتكتفي فقط بالشب، لانه الشب ما يخليش السكر العسل تاعك يتسكر. اللي كذلك ما يخليش يتسكر، لكن ما يخليش ثاني يعطيه اللون داك الشباب، يعطيه الليم يعطي اللون الشباب. هنا نحكم من كوكوط. دائما العسل طيبي فيه كوكوط ثقيله. نوضع داك الكيلو تاع السكر ونزيد نصف الاستعمال. نعطيك قاعده، نضيف الشرائح الليمون. نعطيك قاعده ديريها دائما في راسك: 2 كيلات من السكر تقابلها كيلة من الماء. هذه هي القاعده. حركت داك السكر مع الماء، لكن هنا لاحظت باللي السكر طلع لي على الحواف. حكمت ان بانسو وضعتها في الماء ومسحت كامل داك السكر. هذا السر من الاسرار باه العسل تاعك ما يتكرمش وفوق حده، يجي اللون تاعه شباب. من بعد راح نوضعه فوق النار. هنا وضعته على نار متوسطه، وقعدت نحرك حتى يذوب لي داك السكر، يولي الماء، يولي غير الماء. وكما كتلاحظي في الفيديو ما وخرتش على الفرن. لازم تقابلي الحيه تاعك، سيرتو هاد الصوالح كيما تاع الطياب لازم تقابليهم، ماشي تحطي الحيه وتروحي وتخليها. راح تنحرك لك بطبيعه الحال. هنا راح نحرك حتى يذوب لي داك السكر تماما. هذه هي، راح نحرك كما قلت لك. ما تروحيش وتخلي الكوكوطات تاعك، لانه هذاك السكر الا رحتي وخليتيه ما حركتيش راح يتكرمل من تحت، يدير لك لون. هنا راح بعد ما داب لي السكر تماما وضعت له هذيك الحبه تاع الشب وغلقت لا كوكوط. هنا راح نعطيك الوقت كيفاه تعرفي بالطياب تاع لا كوكوط تاعك تاع العسل. هنا مين بدات تصفر لي، بدات تصفر، حسبت لها 7 حتى 8 دقائق. انا صراحه درت 8 دقائق. بعدها نحيت الصفاره من خرج منها كامل داك الهواء. الوغ شا درت، حليت لا كوكوط ما تخليهاش ونروح. لاحظي راها تغلي، كنت خليها مغلوقه راح يزيد يطيب داك الحسل ويزيد يتكرمل لك ويزيد اللون تاعه يغمق. هذه كذلك سر من الاسرار. انا مره جربته وضعته خليته، قلت انا معليش حتى يبرد وفي غارده، لقيته مكرمل. قعدت نقول كيف انا موالف نخدمه وموالف يجيني ذهبي واليوم جاني مكرمل. حتى صراحه ما عجبنيش لو غوت تاعه. الوغ عرفت بلي السر هنا من تكملي من تنحي الصفاره ويخرج منها الهواء. حلي الكوكوطات تاعك باه يبرد داك السكر ما يزيدش يطيب. وكذلك مرات انا من نكون دايره كميه كبيره من حل كوكوط نوضعها مباشره في الماء باش يستوبي لي لا كويسون تاع داك السكر وما يتكرمش وما ينحرقش. هذا هو الحسل بعد ساعتين. انا بعد ساعتين لاحظي كي راه ثقيل، راه شباب وزاد ثقال على اكثر من هكا، وراه عندي راه في مده ومازال ما تسكرش داك الحسل وراه قاعد هو كيما راه.
المهم هنا بعد ما برد راني فرغته هنا في هاد العلبه تاع الحسل. وزنتها لقيتها كيلو و282 غرام، قرابه 300 غرام. وهذا هو الحسل اللي حضرته معكم. حاضر يقعد لي قعده وما يتسكرش. تحضري به المقروط قريوش، رمضان راه قريب ان شاء الله، تقدري تحضري به الزلابيه، السيجار، الصامصه اللي تخدميها في الدار. وكذلك العيد ان شاء الله، في حلويات العيد ان شاء الله ديري به كما قلت لك المقروض والقريوش، اي حاجه معسله تقدري ديريها به. وإلا بغيتي القوام خفيف طيبي غير 5 دقائق، هذا مكان، وطفي على لاكوكوط. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، وهذه هي وصفة نهار اليوم ناجحة 100%. اعتمديها في مطبخك، واعتمدي كذلك الوصفات اللي فاتت تاع الكازوس، كذلك اعتمديها في مطبخك، كذلك هي ناجحة وبنة عالمية. إذا عجبكم فيديو اليوم ما تنسوش دعمي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو مع أهلكم وأحبابكم لتعم الفائدة. خليتكم في أمان الله وحفظه، تبقوا على خير.